يا ريت ما تفهمنيش غلط، بس اللي ظهر قدامك ده شخص، وده او دي شخص مش غسالة اطباق او مكانه في المطبخ. وبرده ما تفهمنيش غلط، ده برده شخص مش عجله، وده برده شخص مش شوكولاته، عجوه، بكار، كل الكلام ده. في الفيديو ده انا هقول لك على 5 حاجات اتعلمتها من سفري وعشتي هنا في امريكا. اول حاجه وهي الانفتاح، ويا ريت قبل ما تنزل دلوقتي تكتب كومنت فيه كلام جميل جدا جدا، يا ريت تسمعني الاول. مبدئيا كده كلمه الانفتاح انا ما اقصدش بيها ان انت تتقبل او يبقى عادي بالنسبه لك اي حاجه مخالفه لدينك، لعقيدتك، لثقافتك اللي انت جاي منها، وتبقى بالنسبه لك حاجه عاديه وانت متقبلها والكلام ده. الانفتاح اللي انا اقصده واللي انا اتعلمته هنا، وهي انك تعامل البني ادم اكنه بني ادم وبس، بغض النظر بقى عن عرقه، دينه، جنسه، ميوله الجنسيه، راجل، ست، اي بتنجان، مالكش دعوه. يعني الصور اللي انا عرضتها في الاول دي معظمنا في عقله اللاواعي اول ما بيشوف ست يقول لك دي مكانها في المطبخ، دي بتغسل اطباق، دي ما اعرفش. يشوف شخص مثلا لونه اسود شويه او بشرته سمرا شويه يقول لك عجوه، فحمه، شوكولاته، شيكا شيكا ايه، شيكا بلا، ونقعد نتنمر ونترول والكلام ده. شخص مثلا شاذ او مثل الجنسيه يقول لك عجله. عندي خبر وحش جدا، للاسف كل الحاجات دي للاسف ما تخصناش. مالكش دعوه، ماليش دعوه، مفيش اي حد ليه دعوه. انا كعمر ماليش دعوه هو جنسه ايه، لونه ايه، عرقه ايه، ميوله ايه، كل الكلام ده انت مالكش دعوه بيه. اللي اتعلمته هنا ان الشخص ده بالنسبه لي بني ادم وبس، ودوري انا بقى كشخص مسلم هو ان انا اظبط اخلاقي واظبط نفسي كده وابقى راجل تمام عشان ابقى مثال كويس قدامه وبس، مفيش حاجه ثانيه. انما بقى هتتنمر على حد، هتتريق على حد، هتدعو لكره حد، للاسف مش هتعرف تعيش هنا، وممكن كمان تبقى كلبوش او تخش السجن. يا ريت بس يكون كلامي اتفهم صح. شايفين دول $60. انا فكره بتاع زمان كعمر كان قدامي $60 دول اعمل بيهم ايه؟ تمام، نروح ناكل في مطعم ايطالي هنا $33 $35 وجبه كده، ومطعم نظيف بالاكراميه يا عم، بالتب بكله 40 45، هتبقى معايا $15. ممكن اجيب حاجه حل بيهم وانا جاي، وكده ال 60 اتقضوا. دلوقتي انا بقى بالنسبه لي ال $60 دول تمام، احنا هنا الاول عايزين نحط بنزين العربيه، فانت بتتكلم $40 $45 و15. خلينا نجيب بيهم حاجه مثلا سريعه تتعمل في البيت، ناكل في البيت والدنيا زي الفل. انتوا اكيد دلوقتي عرفتوا ايه هي تاني حاجه، وهي اداره الفلوس. طب والله العظيم انا زمان كنت بستلم المرتب كده وافكر هصرفه في ايه، في حاجه بلا فايده. يعني مره جبت المرتب صرفت بتاع مثلا 400 $500، رحت نطيت كده من طياره بباراشوت. انا حاجه حلوه وكل تمام، بس انا ما كنتش مستقر ماديا، ولكن كنت اروح اصرف عادي، مش مشكله، دلع نفسك. ولكن عشان التفكير مش صح، اخر الشهر بتلاقي نفسك متدبس في فواتير، بتلاقي نفسك متدبس في حاجات بنت لذينه. لو كنت وفرت الفلوس اللي رحت نطيت منها من طياره دي كان زمانك زي الفل دلوقتي. ففعلا مع الوقت اتعلمت هنا ازاي انظم فلوسي، اعرف اللي جاي كام ومصاريفي كام والزياده كام، والزياده دول ما اصرفهمش في اي هكس برضو. الزياده دول لازم احطهم في حاجه او انفست في حاجه معينه اجيب منها فلوس، مش هرمي فلوسي في اي حته، مش هسلف فلوسي، مش هبعزق فلوسي. كل الكلام ده ممنوع هنا، لان انت في الاخر انت اللي هتتدبس، وانت اللي هتاخد خازوق، وانت اللي هتشيل نفسك بنفسك. ما عندكش مثلا ابن عم هيجي لك يسلفك حبه، ما عندكش امك هتبيع لك مثلا حته ارض، او ابوك عنده حته ارض هيبيعها، او عندها حلقين وخاتم وغويشه. كل الكلام اللي بنشوفه في السلسلات والافلام وعندنا اصلا في حياتنا وكده، الكلام ده هنا مش موجود. انت اللي هتشيل نفسك، انت لو وقعت في مشكله انت اللي لازم تحلها. فموضوع الفلوس ده انا ما كنتش مهتم بيه او ما كنتش واخد بالي منه، ولكن دلوقتي افهم فلوسك، ولازم تعرف الفلوس اللي داخله ايه والفلوس اللي خارجه ايه. نخش بقى على تالت حاجه، وهي انك تسمع اكتر ما تتكلم. انا كعمر صراحه ربنا كان فيا عيب، هو اللي انا بتكلم كتير، هو لسه موجود الحمد لله. ولكن كمان احنا معظمنا كمصريين بنحب نتكلم كتير جدا جدا في اللي بنفهمه، وده حاجه كويسه جدا انك تتكلم في حاجه انت فاهمها، وفي اللي ما بنفهموش احنا بنفتي كتير وكده، وده كان طبعي فيا. انا بحب اتكلم كتير جدا جدا جدا. ولكن لما جيت امريكا هنا انا كنت ضعيف في الانجليزي، وكنت اتكلمت على الموضوع ده اصلا في فيديو لوحده، هو ازاي اتعلمت انجليزي هنا. فانا كنت ضعيف جدا جدا في الانجليزي، لدرجه ان انا اول ما جيت يعتبر ما كنتش عارف الا اوكي يس نو، كلام طفيف جدا جدا جدا، ما اقدرش ان انا اكمل محادثه كامله مع شخص امريكي. فده بالنسبه لشخص بيتكلم كتير دي بالنسبه له معاناه، لان انا اصلا مش عارف اتكلم. فجيت هنا بقى صراحه ربنا اتأدبت لان انا بقيت مغصوب ان انا اسمع بس. يعني كل اللي عليا ان انا اسمع. قاعد في قاعده فيها 6 بيتكلموا، انا السادس فيهم، ال5 بيتكلموا وعمال اسمع، ابص لده يا 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 ابص لكله وانا مش عارف اتكلم، وبحاول افهم الناس بتتكلم ايه. فدي النقطه اللي خلتني بجد بجد اتادب وابطل كلام شويه بقى، وابدا اسمع اكتر ما اتكلم. وموضوع انك تسمع اكتر ما تتكلم هو مفيد جدا مبدئيا ليك عشان يداري على جهلك. انت كل ما بتتكلم اللي قدامك بيفهم انت جاهل في ايه وعارف ايه والكلام ده. فكل ما انت عمال تسمع اكتر ما تتكلم ده بيداري على جهلك على الحاجه اللي انت مش عارفها. وفعلا الشخص اللي قدامك لما تلاقيه عارف في الحاجه دي اكتر منك، انت اقعد اسمع اكتر ما تتكلم. انا زمان اي حد كان فاهم اي حاجه اقعد برضه اناقشه، حتى لو انا ذات نفسي مش مختص في المجال ده، او انا ذات نفسي ما عنديش معلومات، اقعد اناقش واتكلم واعمل نفسي العريف اللي مفيش منه اتنين.
الطبع ده وحش جدا جدا جدا. وجيت هنا امريكا اتغير بسبب، قلت لكم انا كنت مغصوب على الموضوع ده لان انا ما كنتش عارف انجليزي، فاضطريت ان انا اسمع، والطبع فضل فيا بعد كده سنه سنتين 3 سنين بدات ابقى كويس في الانجليزي. انا ما مش جامد في الانجليزي دلوقتي، انا اعرف اعمل محادثه كويسه جدا مع شخص واتواصل واوصله الفكره وهو يوصل الفكره بتاعته، ولكن بمصطلحات كويسه، مش المصطلحات اللي هي بقى اللي مليانه دي اف ما اعرفش ايه كل الكلام ده، انا لسه ما وصلتش للمستوى ده. فتالت حاجه اتعلمتها هي ان انا اسمع اكتر ما اتكلم. جيت هنا مطعم ناكل، وصراحه ربنا انا مش عايز اقول لك ان انا اتعلمت تحمل المسؤوليه، اتعلمت النظام، اتعلمت التنظيم، كل الكلام الفورمال قوي ده انا صراحه ربنا مش عايز اقول لك، انا عايز اقول لك انا من جوايا كعمر انا اتعلمت ايه الحاجات فعلا ان انا اتعلمتها لما جيت هنا، او فعلا عرفت ان انا ايه اتعلمها وكده. المهم رابع حاجه وهي انك تخليك في حالك. وبص انا باكل ايه ما تخليك في حالك، لسه بقول خليك في حالك، لا بهزر معاك باكل تاكوس. المهم كل شعب فيه عيوب وفيه مميزات، الميزه هنا بقى ان كل واحد في حاله ماليش دعوه بحد. يعني مثلا مش عشان انا ليا جار قدامي مثلا الناحيه الثانيه ده معناه انه عارف ان احنا مثلا عندنا حد في الثانويه العامه، عندنا مثلا بنت على وش جواز، معلش اصل البيت اللي جنبنا قامت خناقه فيه امبارح وام احمد ضربت ابو احمد، كل الكلام ده هو ما يخصوش. ده حرفيا قسما بالله في مناطق، طبعا مش المعظم، مش عايز اعمم، ولكن في مناطق حرفيا انا وجار اللي قدامي انا مش عارف اسمه وهو ما يعرفش اسمي، واحنا على قد السلام والسلام عليكم وعليكم السلام، هي واتساب هي واتساب بس كده، ما فيش كلام، ما فيش انت اسمك ايه، انت شغال، انتوا بتعملوا، كل الكلام ده مش موجود. وانا الصراحه كنت حشري، هو مش طبع على قد ما هو البيئه اللي انت عايش فيها هي اللي بتجبرك على كده، بتلاقي ناس زي متطفلين عليك فانت بقى ايه بتتطفل عليهم والكلام ده كله. ده حرفيا النتيجه بتاعت المدرسه كانت تطلع ولكن مثلا رقم جلوس انا 3 4 3 كنت اقلل رقم الجلوس ازوده عشان اعرف اللي قبل جايب كام واللي بعد جايب كام والكلام ده. فالحشريه والتطفل فينا من صغرنا في المدرسه اساسا. انما هنا بقى لو دخلت في حاجه ما تخصكش هم هنا للاسف ما بيتكسفوش، هيكسفك ويقول لك انت مالكش دعوه، انت مالك، مش شغلك، اتس نوت يور بيزنس، ما تتدخلش، كل الكلام ده. فهي اسئله بقى زي انت بتقبض كام، انت شغال ايه، انت ما اتجوزتش ليه، انت ما خلفتش ليه، انتوا جايين منين، انتوا بتوع ايه، انتوا كل الكلام ده ما تتوقعش ان حد اصلا يساله لك، فريح دماغك، وانت ما تتوقعش ان حد تيجي يجاوب على الاسئله دي، بل الاجابه هتبقى ان هو هيكسفك. فريح بالك وخليك في حالك بس كده. خامس واخر حاجه وهي انك بتكبر بسرعه، وانا مش قصدي كبير جسمانيا انك بتكبر جسمانيا، لا انا قصدي انك بتكبر من هنا من مخك. كل حاجه هنا بتخليك كبير من هنا. يعني الواحد دلوقتي بيدفع ضرايب ولازم يفهم موضوع الضرايب والدنيا ماشيه ازاي وحقوقه في الضرايب وايه اللي عليه وايه اللي ليه. عندي عربيه فمحتاج ان انا افهم نظام العربيه، هل هي قسط، هل هي تمليك بالنسبه لي، وافهم في قطع الغيار بتاعتها والصيانه بتاعتها والزيت كل 5000 وايه احسن زيت وكل الكلام ده عشان خاطر تظبط عربيتك. وطبعا قاعد في بيت او شقه فجايبهم مثلا قاعد فيها ايجار او شاريها قسط، فمحتاج تفهم طبعا عقد الايجار اللي انت قاعد فيه، او تفهم عقد القسط او عقد البيع اللي انت شاري بيه البيت او الشقه اللي انت قاعد فيها. محتاج تتعلم السواقه بدري بدري عشان هنا رجلك هي عربيتك، يعني انت ما بتستخدمش رجلك كتير، انت بتستخدم العربيه دي كانها رجلك عشان تروح وتخلص كل مصالحك. محتاج من اول سن 18 سنه تبقى متكفل بنفسك ماديا وشغال ومكفي وموفي نفسك تماما من الناحيه الماديه. فبتلاقي نفسك على سن 21 اللي هو سني انا دلوقتي فاهم وعارف حاجات كتير جدا 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 مقارنه بناس في نفس سنك ويمكن اكبر ما يعرفوش اي حاجه عنها. فبتلاقي شاب في مصر عنده 21 سنه عايش مع والده ووالدته وبياخد منهم مصروف عشان يروح جامعته وبياكل ويشرب على حسابهم وما يعرفش اي حاجه في حياته غير جامعته والحته اللي هو قاعد فيها، واي حد بقى يوديه شمال اي حد يوديه يمين على حسب بوستات الفيسبوك اللي بيقراها كل الكلام ده. وانا ما بعيبش وبقول ان هو السبب هو مش بايده حاجه، لان البيئه اللي حواليه او طبعا دورنا العربيه احنا بالذات مش مديانا زي مثلا ادوات او حاجه نقدر من خلالها نطور من نفسينا ونبقى اجمد شباب ونبقى جامدين وكل الكلام ده. فبتلاقي شبابك بيضيع على الفاضي. ففعلا في بلادنا العربيه احنا على ما نكبر من هنا نبقى فاهمين بقى الدنيا صح وكل الكلام ده بتوصل على 28 29 30 سنه عشان تقول يا هادي يلا بقى وتركز في حياتك ودنيتك بعد ما تكون خلصت جيشك، بعد ما تكون خلصت جامعتك وبدات انك تتكفل شويه تتكفل بنفسك ماديا وكل الكلام ده. انما هنا على ال 21 22 سنه بتلاقي انك بتصرف على نفسك، عندك عربيتك، عندك كل ديتك، مش جمدان منك، هي الدوله اللي انت عايش فيها والحته اللي انت عايش فيها هي موفره لك كل الحاجات دي باسهل طرق. فبجد هنا انت بتكبر بسرعه من هنا بتبقى ايه ناضج كده اكتر وفي سن صغير. بس كده خلصنا. عايز بس اتكلم على نقطه صغيره جدا مزعلاني، ان ناس كتير بتبعت لي وبتكتب لي كومنتات انت ليه ما بتتكلمش على الموضوع اللي بيحصل في فلسطين دلوقتي، انت ليه لازم محتواك يبقى كله بيتكلم دلوقتي على موضوع فلسطين واللي بيحصل فيه. انا قلت واتكلمت في الموضوع ده قبل كده في فيديو واحد، وبقيه الحاجات اللي انا اتكلمت فيها انا قلت ان انا مش هنشر فيديوهات تاني على اليوتيوب لسبب واحد. وعجبني جدا الفيديو بتاع احمد ابو زيد صاحب قناه دروس اونلاين اللي اتكلم عليه ان اي فيديو انت بتنشره على اليوتيوب ملوش اي فايده. وبالنسبه لي انا في الكيس بتاعتي الموضوع ده صح، لان اغلب اللي اتفرجوا عليا هم عرب، انا ال 20 او ال 30 الف واحد اللي بيتفرجوا عليا هم عرب، عارفين بالقضيه، متربيين عليها، عارفين اصولها، عارفين مين العدو الحقيقي، عارفين حقوقنا في ارضنا، كل الكلام ده. فانا لما انشر حاجه على اليوتيوب محدش يستفاد حاجه ومش هعرف اتكلم عن حاجه، ولكن المكان الحقيقي اللي انا بنشر فيه وبتكلم عليه على الموضوع يوميا هو الانستجرام. عندي في الانستجرام في صحاب كتير اجانب، في صحاب كتير امريكان، في صحاب كتير من جنسيات تانية. كل الناس دي لما بتشوف البوستات بتاعتي بتكلم عن كام واحد ماتوا، الظلم اللي بيحصل هناك، الحاجات الموثقه واللي متصوره هناك، حرفيا بلاقي
ناس بتخش بتسالني ايه اللي بيحصل هناك، وحرفيا قسما بالله اقسم بالله الحي الذي لا يموت ان في ناس صحابي امريكان بقوا ينشروا عن الموضوع ويتكلموا عن الناس اللي بتموت وينشروا الفيديوهات والصور ويوعوا الناس بالحقيقه. فهنا بقى الاستفاده الحقيقيه هنا فعلا اللي انا نشرته اثر على حد وبدا يتكلم وهيأثر على ناس ثانيه. انما على اليوتيوب انا مش هستفاد حاجه لما انشر على اليوتيوب، لما انشر فيديو 10 15 دقيقه عمال اتكلم على اللي بيحصل واقول رايي باسم يوسف قال ايه وبيومي فؤاد مع محمد سلام وابو عبيده الجامد وكل الكلام ده، انا ده مش هيفيد حد لان بتفرج عليا شخص عربي زي نفس الكلام هنا. انما انا عايز الكلام فعلا يوصل للناس اللي مش عارفه، اللي ما يعرفش اصلا مين فلسطين دي، اللي ما يعرفش اصلا حاجه عن الميدل ايست، هو مش في دماغه اصلا الشرق الاوسط، هو اهم حاجه عنده الولايه اللي هو فيه. فلما يشوف حد بينشر والكلام ده هيفهم ويتوعى ويوعي الناس، ولو شاف ان احنا فعلا مصدومين هيبدا يساعدنا. فبجد والله بزعل لما حد بيكتب لي انت ليه ما بتتكلمش، انت ليه ما بتعملش. مش لازم اكتب على اليوتيوب عشان انت بتابعني على اليوتيوب بس، اطلع الانستجرام عندي، اطلع الفيسبوك، هتلاقيني دايما بتكلم وخصوصا على الانستجرام. بس عجبك الفيديو ما تنساش انك تعمل لايك، تعمل سبسكرايب على القناه وتدوس على زر التنبيهات عشان لو نزلت انا فيديو جديد يقول لك عمر ايمن نزل فيديو جديد. ومعلش لو بتاخر فيديوهات والله ببقى مشغول وانا اصلا تعبان بقالي 3 ايام وحاجه يعني اخر هم. ولو تتفرج علينا على الفيسبوك ما تنساش انك تعمل لايك وفولو للصفحه من جوه وتتفرج على المحتوى بامر الله حاجه يعجبك. وباذن الله اشوفكم في الفيديو الجاي. يلا السلام عليكم.